مساء الخير مشاهدينا واهلا بكم في حلقه جديده من شوط اضافي نبداها بالعناوين. ساهر المنصور يصبح اول حكم سوري برياضه الباغوت في تركيا، فما هي هذه الرياضه والى اي فئه تنتمي؟ حياكم الله من جديد. تمكن الشاب السوري ساهر المنصور من نيل شهادة حكم ومدرب برياضة الباغوت في تركيا رغم عدم حصوله على الجنسية بعد، ليصبح أول سوري حائز على هذه الشهادة التي تمكنه من التحكيم رسميا في هذه الرياضة القتالية. تفاصيل أوفى مع عبادة منصور. ساهر المنصور 22 سنة تدريبية من فنون القتال، بدايتها كانت الكاراتيه وكان أهمها الملاكمة والكيك بوكسين ونهايتها الباغوت. طبعا بهي 22 سنة بدايتها كانت من حماة، من سوريا حماة. طبعا كان في عندي هواية وحب لهي اللعبة بسبب الجيران. أنا عندي جيران من أبطال مثل ما بيقولوا العالم، أحدهم محمود شقرة وهو أيضا مدربي. تأسست في نادي العروبة، كان تحت ايد الاستاذ محمود شقرة بطل دولي والاستاذ فادي الريحاوي. لعبت ما يقارب الاربع خمس سنوات، حصلت فيها على الحزام الاسود كاراتيه. حسيت انه لا، لسه بدي شيء جديد يعني. كان عندي حب التنوع ان كان في الرياضه او في العمل او في كل شيء يعني. كان عندي حب التنوع، فكانت هذا الامر بال 2002 2007 تقريبا دشرت الكاراتيه وانتقلت للعبه ثانيه اللي هي الكيك بوكسين. الكيك بوكسين أخذت مني حيز كتير كبير لأنه فيها قتال إجرين، وأنا كنت بارع فيه بهذا النوع. كانت ركلتي جدا سريعة، فكنت بارع فيه، فأخذت بفترة قصيرة أخذت مجدي فيها. بال 2017 طلعت لهون على تركيا. في تركيا وقفت بشكل كامل عن الرياضة، فتحت مطعم وصرت أشتغل بضمن مطعم بسيط. المهم تميت هيك تقريبا ل 2018. بال 2018 طبعا اجانا الاستاذ احمد كورال، هو استاذ تركي، مدرب تركي. فاجا شاف تدريبنا، شاف كذا، فقال الان فيني اقدم للاحزمه للطلاب عندك وتسجل بشكل رسمي. فقلنا له ما في مانع. تابعنا لهذا الامر ل 2019 تقريبا. انا هون في النادي عم درب كيك بوكسين، ملاكمه، جوجيتسو. طبعا أنا حاصل هون فيهم على شهادة كونفو، حزام أول، ومدرب من الاتحاد التركي. حاصل على 3 دان جوجيتسو، حاصل على 2 دان كيك بوكسين من الاتحاد التركي، حاصل على 2 دان ومدرب من الاتحاد الفلسطيني السوري. تقريبا بال 2020 حققت 27 مركز من أصل 30 لاعب. فوتناهم على بطولة هاتاي، حققنا 27 مركز. صار لنا اسم، صار في عدد كبير من اللعيبة، صار اللاعبين، صار في عنا هون هدف أكبر لأنه نطمح لشيء أكبر. فصار عندنا هدف بطولة الجمهورية. بال 2023 بنهايتها تقريبا حصلت على حكم درجة ثانية، حصلت على شهادة مدرب، وصرت رسمي كأول سوري يحصل على مدرب وحكم في لعبة الباغوت. طبعا صار شوية مشقات، صار في شوية تعب من ناحية انه انا مثل ما بيقولوا اول سوري، وكان في انه ما معي الجنسية. سببت لي شوية عوائق، بس ولكن مثل ما بيقولوا الهدف خلاني اتابع يعني. ينضم إلينا من مدينة الريحانية الحكم والمدرب السوري ساهر المنصور للإضاءة أكثر على مسيرته في رياضة الباغوت. يسعد مساك كابتن وأهلا وسهلا فيك. يسعد مساك، حياك الله أستاذ فرات، الله يكرمك يا رب. اهلا وسهلا فيك، ضيف غالي على شوط اضافي. كابتن، بالبدايه يعني ما شاء الله عليك، حاليا انت حائز على شهاده التحكيم والتدريب في رياضه الباغوت، وايضا مارست رياضات سابقه. يعني اول شغله خلينا قبل ما نفوت بمسيرتك الرياضيه وكيف استطعت انت تكون حكم ومدرب في هذه الرياضه، خلينا نحكي عن الرياضه نفسها. يعني انا لما بصراحه سمعت اسم الرياضه للوهله الاولى ما تخيلت انه ممكن تكون هي فن من الفنون القتاليه. نعم، هلا هي لعبة الباغوت بالأساس هي لعبة لدول البلقان.
تأسست في أذربيجان وتركيا بعام 2003 كاتحاد رسمي ممكن أنه يكون له لاعبين ومدربين حول العالم. طبعا هي مثل ما بيقول من التراث لدول البلقان والترك، لأنه هي كانوا يستعملوها يعني بالكتب التاريخ، وكانوا يستعملوها كفنون قتالي في الحروب. فتبناها طبعا الدولتين تركيا وأذربيجان تبنوها كلعبة رسمية لهم. طبعا بال 2003 تأسست، والآن هي عم تكبر خلال العالم. يعني الآن هي موجودة في العراق، موجودة في دول أوروبا، موجودة في أمريكا، موجودة في كذا دولة أوروبية، وفي تركيا وأذربيجان. طيب دولتين رئيسيات. طيب كابتن، هي شو بتختلف اساسا عن باقي الرياضات القتاليه، يعني الكيك بوكسينج والملاكمه والمواي تاي مثلا؟ تماما. هلا الملاكمه هي فقط ايدين، اما هي ولكن قريبه جدا على الكيك بوكسين. بالاضافه هي كخمس ستايلات، تمام، ضايفه فيها الجوجيتسو، ضايفه فيها الكيك بوكسين، وضايفه فيها الكاراتيه، بالاضافه للاسلحه اللي فيها قتال العصا، فيها قتال النيشاكو، فيها قتال السيف، فيها الاوك اللي هو الرمح. طيب، القوس. جميل. هلا يعني بدي تحكي لي بخصوص مسيرتك الرياضيه بتركيا. لما جيت على تركيا انت مثل ما سمعنا وحكيت بالتقرير فتحت مطعم اشتغلت فيه لفتره، وبعدين اجتك فكره انك انت تعمل النادي وترجع للرياضه بتركيا؟ نعم. صراحة أنا جيت لهون على تركيا، يعني مثل ما بقول أموري أبدا صفر، كلغة كان صار لي فترة قاطع شوي رياضة. كان هدفي أنه لا، لازم يكون لي مثل ما بقول يعني لازم أعيش زوجتي وأولادي كذا، فانتقلت لفكرة المطعم. فعندما فتحت المطعم صراحة خلص صار هدفي مادي، أنه فقط في الحياة كذا. ليوم من الأيام تقابلت صدفة، كان جاي لعندي شاب، طبعا هو ما له خبر أنه أنا صاحب المطعم، هو جاي كزبون عادي. فصفن فيني فترة معينة، فقال لي حضرتك الأستاذ ساهر منصور أبو عمر؟ فقلت له نعم. فقال لي ليش هيك كل هالشيء متغير؟ طبعا أنا هون كان في عندي زيادة في الوزن. فقال لي ليش هيك متغير وكأنك مدشر رياضة؟ فقلت له إيه نعم. فصعوبة الحياة والمعيشة والغربة خلتني أنه أدشر رياضة. فقلت له ظروف الحياة. فقال لي لا، ما بيصير، أنت قدوتنا وكنت تعطينا دروس أنه الرياضة هي من أساس الحياة. وأنا فعليا داخليا هيك، أنه عندي الرياضة هي من أساس الحياة، أنه ما بيصير الإنسان يدشرها. فسبحان الله قلت له، يعني كان هون عندي نقلة، أنه لا، صرت أفكر زيادة، أنه لا فعلا أنا وين رايح؟ أنا كان عندي هدف الرياضة ولازم أرجع عليه تماما. فتميت فترة معينة ما يقارب السنتين. طبعا هون رجعت للرياضة، بس ولكن ما بين المطعم والرياضة في الساعة 5 الفجر، طبعا هذا كان روتين يومي لمدة سنتين. في الساعة 5 الفجر عندي تمرين لبعض الأشخاص، شخصين أو ثلاثة كانوا. بعدين بروح على المطعم الساعة 7، بخلص من المطعم الساعة 7، بروح على البيت بتدوش كذا، برجع على النادي كمان كذلك الأمر، من الساعة 7 أو 7:30 إلى الساعة 12. حلو. هذا الأمر لمدة سنتين. كان في عذاب، كان في مثل ما بيقولوا تعب شديد جسديا نفسيا فكريا، بس ولكن كان لا، لازم أنا مثل ما أثبت حالي في سوريا لازم أثبت حالي هون. جميل. فكان في عندي هدف هو إثبات الوجود. حلو. فخلال هاي الفترة كان أسسنا مركز الفاتح الرياضي. كذلك الأمر كان عندنا 4-5 لعيبة، اعتمدت عليهم اعتماد كامل، أنه لازم ندربهم بشكل قوي، لازم نقويهم، لازم يحصلوا على بطولات. بال 2018-2019 تقريبا، ما بين 2018-2019 طبعا هون كبر العدد، وصل العدد عندي لل50. شاركت ب30 لاعب، حصلت على 27 مركز. جميل. ما بين ناشئين وشباب ورجال. حلو كتير. طيب كابتن، بالنسبة لموضوع التحكيم، نعم، وموضوع التدريب، يعني نحن مثل ما شفناك هلا عم نشوفك طبعا كمان بالمادة اللي عرضناها قبل شوي، انت عم تدرب وفي عندك مثل ما ذكرت لاعبين كثر بالنادي، ولكن موضوع التحكيم شلون قدرت تحصل على شهادة التحكيم؟
صراحة هو هون بإثبات الوجود. أنا هون بال2000 قلت لك 19 20 أنا بال2020 شاركت في بطولة العالم في لاعب كمان كذلك الأمر. صارت في تركيا في اسطنبول، شاركت فيها كذلك الأمر. شاركت أول سوري في شارك ببطولة المدارس، كان هو لاعب عمر عندي هو في المركز. كذلك الأمر صار عندي اسم كتير كبير بالمنطقة اللي أنا فيها، هاتاي والريحانية، ولاية هاتاي مدينة الريحانية. فصار اسمي يعني مثل ما بيقولوا اسم كتير كبير. خلال ما بين 2018 ل 2023 محققين ما يقارب ال 74 أو 75 ميدالية ما بين ذهب وبرونز وفضة، بالإضافة إلى 4 كؤوس. فهوني لمع اسمي، صار عندي ما يقارب 100-150 لاعب. هوني حكاني الأستاذ توماي اللي هو رئيس الاتحاد في هاتاي للعبة الباغوت، فقال لي أستاذ ساهر أنت بكرة بعد بكرة لازم تطلع معي على أنقرة في اجتماع ولازم تحضره. جايين مدربين من أذربيجان وتركيا وأنا مأهلك لهذا الاجتماع. فقلت له أنا ما معي جنسية. فقال لي معلش قدمنا لك استثناء وإن شاء الله رح يقبل. سبحان الله ثاني يوم كلمني قال لي قبل الاستثناء ورح تكون حكم ومدرب رسمي، ورح يكون بنفس الاجتماع بعد الاجتماع بيوم رح يكون في بطولة ورح اتحكم فيها. فاجانا الاستاذ رافق من اذربيجان، ساونا دوره ما يقارب ال 13 ساعه، طبعا منفصله عن بعضها، ساعتين كذا ناخذ استراحه نرجع. ساونا دوره، وكانت لي اول فتره تحكيم يعني ببطوله انقره كحكم رسمي. الف مبروك. بدي بارك لك طبعا كثير كابتن ساهر المنصور، وبدي اتشكرك واتمنى لك التوفيق بالمستقبل سواء كان في مجال التدريب او حتى في مجال التحكيم. الحكم والمدرب السوري ساهر المنصور كنت معنا من مدينه الريحانيه، بدي اشكرك كثير. شكرا لك. حياك.